النهارده مش هكلم صديقي، هكلمك انت على طول يا صديقي القناه. النهارده هاخدك في شكل حلقه مختلف من حلقاتنا الخاصه بالمعرض. هي فلوج، بس الفلوج ده مش عن رحله المعرض. الفلوج ده هيكون داخل واحده من الصالات او داخل واحده من الاجنحه لدور النشر. هناخد حد من الكتاب او حد من الموجودين جوه الدار دي، وهيكلمنا على الاصدارات الموجوده وعن الخصومات وعن فكره الاعمال الجديده. والحركه دي اللي لحقنا نعملها مع اتنين من دور النشر، وممكن ان شاء الله نكررها لو نزلت تاني في المعرض. ما لحقتش اصور مع كل دور النشر بنفس الطريقه، لان دايما بيكون الدنيا زحمه والتصوير ما بيكونش افضل حاجه. فخلينا النهارده في حلقتنا اللي هنبداها مع دار كوتوبيا، وهيكلمنا عن الاصدارات احمد ضيوف من دار سديم، وهيكلمنا ابراهيم احمد عيسى من دار كوتوبيا. هنتكلم على كل الاصدارات ونتكلم على كل الخصومات اللي موجوده هناك، وهنهي معاكم الحلقه بصور كده من المشتريات اللي جبتها من هناك، لحد ما نعمل حلقه المشتريات التانيه بتاعتنا اللي هيكون مش فيها بس الحاجات دي، لكن هيكون فيها حاجات تانيه كتير مختلفه. فخليني اسيبكم في رحله مع اللقاء اللطيف ده، ونرجع نتقابل تاني في النهايه. عندنا أول إصدار أحلام سعيدة للكاتب أحمد الملواني، حاصل على عدة جوائز وعنده مسرحيات وأفلام. والكتاب التاني له كان حارس الحكايات الأخيرة، وكانت نشر على أبجد حصرية. فبدأنا إن احنا الأعمال اللي تم قراءتها على أبجد وجابت قراءات كبيرة، فقررنا إن احنا ننشرها ورق السنة دي. بالنسبة لأحلام سعيدة هو مشروع ديستوبيا، يعني هي رواية ديستوبيا في عالم غرائبي، حاجة جميلة ومختلفة يعني عن كل المنتوج الديستوبي في السوق يعني. وعندنا كمان رواية سرايا مصر الجديدة للكاتب حسام صابر مرسي، ودي رواية بتتكلم عن أحداث مسبيرو وعن مينا دانيال تحديدا وقت ثورة يناير. وكتاب الخوف من الهجر هو كتاب نفسي وعن العلاقات، فيعني كتاب قيم جدا. من الإصدارات الجديدة عندنا كمان استكمالا لمشروع لاشين. لاشين 12 ولاشين 11 عددين جداد تماما، وإن كان الحادي عشر تم نشره على أبجد من فترة، لكن احنا السلسلة من أنجح السلاسل اللي حصلت في آخر 10 سنين تحديدا، وإن كان مفيش أي سلاسل الفترة الأخيرة دي زي روايات مصرية للجيب، فلكن سلسلة لاشين غنية عن التعريف. كمان رواية ماعت للكاتب أحمد عبد المجيد، وهي بداية السلسلة وأول عدد من سلسلة إن شاء الله مستمرة معانا، وبإذن الله تبقى زي سلسلة لاشين. عندنا كمان المشروع الأضخم السنة دي، وهو مشروع إعادة إحياء السلاسل برضو القديمة، بما إن كتوبيا مركزة على المشاريع الأدبية وعلى السلاسل. أحمد الشيخ كاتب كبير جدا، وثمانية كفر عسكر من أحد أهم الإصدارات في المكتبة العربية. وعندنا يعني هي متنوعة بأغلفة مختلفة بطريقة جديدة إن احنا نقدر نجذب بيها جمهور وفئات جديدة جدا. عندنا كتاب كمان سحر اسكندرية للدكتور حسين عبد البصير، وده كتاب بيرصد مدن الصعيد من وقت مصر القديمة وما قبل الحضارة إلى العصر الحالي، مرورا بفترات القبطية واليونانية والرومانية وحتى الإسلامية. خلنا كمان السنة دي المعرض بأعمال جديدة جدا، وهي صفحات مفقودة للكاتب حسن السيد، الكاتب والمترجم حسن السيد. وكمان نزلنا بهيتشكوك يقدم، كانت بتنشر على أبجد، جمعناها في مجلد واحد، ومجموعة قصصية من أروع المجموعات القصصية، وده دعم مننا للمجموعات القصصية اللي مهدور حقها حاليا. رائدة البحر للكاتب أحمد لطفي، اللي كان مرشح للقائمة القصيرة جائزة الشيخ زايد. وطبعا الغابة البرتقالية الجزء الثاني بعد نجاح الجزء الأول، نجاح الباهر للجزء الأول، اتعمل جزء تاني معضلات ومقولات لأبو سفيان الحوطي، وهو كتاب حكم رهيب، يعني كتاب كله حكم على لسان الحيوانات في الغابة. وعندنا عودة للكاتب الكبير ماجد شيحة بمجموعة قصصية اسمها متاهة الغول،
المجموعة يعني أنا كمان شايف إن هي من أروع ما كتب في الفترة الأخيرة، وكلنا نعرف مين ماجد طه شيحة. من ضمن مشاريعنا الجديدة السنة دي هي الكاتبة ناردين أبو نبعة ومشروع السردية الفلسطينية، إعادة نشر بشكل جديد وبتيمة جديدة وأغلفة جديدة لروايات باب العمود وقد شغفها حبا وسبع انشداد وليالي إشبيلية. وطبعا الأعمال دي إن شاء الله في ليها تكملة. هو مشروع كامل اسمه السردية الفلسطينية، بيتكلم عن فلسطين في أوقات مختلفة من التاريخ وفي فترة النكبة. كمان عندنا السنة دي إعادة نشر البانة للكاتبة نورا ناجي، وهي العمل الأول ليها ضمن مشروع احنا مسمينه مشروع البدايات. فاحنا بنعيد نشر الأعمال الأولى للكتاب من خلال أبجد وبنرجع نطبعها ورقي. رواية سرداب الأميرة سميحة رواية تعتبر بوليسية أو غموض شوية، وهي رواية مليئة بالمعلومات والمغامرة والتشويق للكاتبة منى خليل. طبعا عندنا كتاب عن العشق والسفر للكاتبة نهى عودة الجزء الثالث، والكتاب طبعا بعد نجاح الجزء الأول والجزء الثاني يعني عندنا دلوقتي الجزء الثالث وإن شاء الله هي هتكمل السلسلة. كتاب تشتري وقت، كتاب للدكتورة رشا أبو العينين عن إدارة الوقت وزيادة الإنتاجية، وفي اكسرسايز جوه. ويعني الكتاب بيقدر ان هو يساعدك اكاديمي وفي نفس الوقت تقدر تعمل فيه شوية واجبات وتقدر ان انت تتدرب ازاي تدير الوقت. عندنا طبعا من معرض اسكندريه اللي فات الكاتب الكبير حجاج أدون سيرة المملوك عنطزة، وعندنا الكاتبة إيمان جبل قيامة تحت شجرة الزيتون، وطبعا إيهاب راتب والعمل الثاني له معانا بعد ما صدر له عمل أول عن أبجد أيام تيه، رواية جميلة جدا. والجزء الثاني من رواية حارس دي سلسلة بتنزل على أبجد، بنجمعها كل مجموعة من الحلقات بنجمعها في مجلد واحد، والسلسلة إن شاء الله مستمرة معانا، وهي تشويق وبوليسي ورعب كل حاجة غموض. ميسرة الدندراوي كاتب قدير جدا وكاتب متمكن من أدواته، مطلع لنا حاجة جميلة يعني بصراحة. عندنا كمان السنة دي من ضمن الإصدارات الجديدة حكاية الفشل لأيمن حويرة، وده الكتاب الثالث له بعد الشكارة وبعد الطريق وبعد رواية رحلة نصر الدين. أيمن حويرة واخد اتجاه في التنمية البشرية وفي إعداد الكوادر، فكتاب قيم جدا بنصح بيه. عندنا السنة دي كمان للكاتب نشأت يونس استكمالا لمشروعه رواية أرق بين العالمين، هي رواية بتتناول معركة العالمين من منظور مختلف تماما، منظور جندي استرالي من السكان الأصليين. وعندنا أساطير أندلسية للكاتبة والمؤرخة والباحثة في التاريخ داليا راشد، كتاب قيم جدا ويعتبر كتابها اللي فات نسمات أندلسية، من الكتب الأكثر مبيعا عندنا في الدار في السنة اللي فاتت. كمان على مستوى الترجمات عندنا ترجمة كتاب بئر الظلمات، وهو الجزء الثالث أصلا من ثلاثية بوابة الموتى، مترجمة عن الفارسي، كاتب حميد رضا شاه أبادي، كاتب رعب نفسي رهيب في إيران. وتعتبر الثلاثية دي ختام الثلاثية، الرواية الأخيرة بئر الظلمات بعد رواية القبر العمودي وبعد رواية الرواية الأخيرة له. عندنا كتاب عن العراب عن أحمد خالد توفيق، ده كان نزل برضه على أبجد صح؟ نزل على أبجد جزء، لكن هنا الكتاب بجزئين بالتكملة بتاعته، هو عن سيرة أحمد خالد توفيق وحياته واهتماماته وحياته الأدبية عموما كمان، أكثر جانب إنساني وجانب أدبي. دي كل إصداراتنا، لكن في أهم إصدار عندنا النهاردة نقط وقصص أخرى
هو كتاب عن فلسطين. شارك في كتابته مجموعة من المؤلفين، منهم أيمن حويرة ونورا ناجي، محمد سمير ندى، الكاتبة شيماء هشام سعد، الكاتبة إيمان جبل، والكاتب الفلسطيني من غزة عماد منذر. احنا بنحاول ان احنا نقدم حاجة لفلسطين، فكان دي اقل حاجة احنا نقدر نقدمها لهم. وهو خير ختام لاعمال كتوبيا السنة دي في معرض الكتاب. اتمنى تعجبكم الاصدارات. كلمنا يا احمد على الاصدارات بقى بتاعت سديم اللي موجوده في كتوبيا. سديم مشروع موجود من 2019. هو كان مكتبه بوك ستور وبعد كده بقى نشر، وحاليا بوك ستور ونشر. انا مدير النشر فيه. انا اللي يعني بختار الاعمال وبقوم يعني باختيارات. الحمد لله اول ما بدانا بمشروع غسان كنفاني، وهو المشروع الاشهر عندنا. نشرنا اكتر من 9 كتب لغسان كنفاني. في برضه كتب تانية هتطلع يعني خلال الفتره الجايه. طلعنا عائد الى حيفا ورجال في الشمس وما تبقى لكم، وطلعنا قصص بتاعته ارض البرتقال الحزين والقميص المسروق وعن الرجال والبنادق، وطلعنا روايته الاشهر موت سرير. قصته موت سرير. والحمد لله نشرنا رسائل غدا السمان، وهي رسائل الاشهر يعني ليه. هي رسائل ادبيه كتبها الغدا السمان. وطبعا في مشاريع تانية لغسان كنفاني هتبقى مثلا في كتب جديده هتطلع زي كتب المقاليه اللي هي عن ادب المقاومه والادب الصهيوني. يعني حاجات كتب مقاليه مهمه جدا الناس تعرف بيها ادب غسان كنفاني بشكل اعمق. زائد ان احنا هننشر ليه كتابين للاطفال. يعني ليه قصه مشهوره جدا اسمها القنديل الصغير، هتنشر ان شاء الله الفتره الجايه. وفي كتاب حلو جدا اسمه اطفال غسان كنفاني هينشر برضه. فكده بنحاول الحمد لله ان احنا نغطي كل اعمال غسان كنفاني، بحيث ان القارئ يكون عنده الاعمال الروائيه، الاعمال القصصيه، الكتب المقاليه، كتب الاطفال وقصص الاطفال. عملنا الحمد لله برضو مجلد كامل فيه الاعمال القصصيه، وفي مجلد تاني فيه الاعمال الروائيه. ده الاعمال الروائيه لغسان كنفاني، مجلد كامل فيه كل الاعمال تمام. وفي مجلد تاني فوق فيه كل القصص، بحيث ان الناس اللي هي مش حابه تقرا الكتب الصغيره وحابه تقرا المجلدات الكامله يبقى برضو موفرين لهم الاوبشن ده. حلو قوي الفكره. مجموعه من الكتب اللي هي في السيره الذاتيه زي اطياف من حياه مي. الاديب طاهر الطناحي كتب عن حياه مي زياده. عملنا رسائل جبران، وهي رسائل نادره جدا. كتاب اسمه صفحات مطويه من ادب جبران الخالد، رسائل جبران. عندنا كتاب سيره ذاتيه اسمه قصه كفاح لعبد الفتاح عناية. عبد الفتاح عناية مصري سجن 19 عام، كان محكوم عليه في قضيه قتل السردار. حاكم الجيش الانجليزي، حاكم الجيش المصري وقت الاستعمار الانجليزي لمصر. عبد الفتاح عناية ليه قصه مشهوره جدا ان هو قاد اعنف حركه مقاومه مصريه ضد الانجليز. كان ليه مذكرات نادره جدا. الحمد لله قعدنا احيائها، وقمت انا بتقديمها يعني عن اسره عنايات وتاريخ نضال المصريين ضد الاستعمار الانجليزي. جميل جدا. عندنا مشروع رباعيه بحري، وهو احدث مشروع لينا. رباعيه بحري تعتبر من افضل 100 روايه عربيه في القرن الماضي، مصنفه كذلك يعني. الاستاذ محمد جبريل ربنا يديله الصحه هو كاتب رباعيه بحري، ابو العباس والبوصيري وعلي تمراس. طبعا في ياقوت العرش لكن النسخ خلصت، فهي مشروع رباعيه كامله. حلو قوي. والمشروع طبعا مهم جدا ان هو يربط ان قراء الشباب. ده يعتبر الرباعيه الافضل اللي كتبت عن اسكندريه، حتى صنفت يعني ان هي توازي ثلاثيه نجيب محفوظ، لان الاستاذ محمد جبريل ربنا يديله الصحه كان صديق شخصي للاستاذ نجيب محفوظ. فده الاصدارات. عندنا برضو مجموعه يعني، عندنا اصدارات تانية مثلا صدرت حديثا. عندنا احمد عايد عمل ديوان بعنوان خفيف وقاتل تمام. عندنا اول عمل صدرناه هو طبعا اتكرر كتير في السوق، روايه آن، بس كان ترجمناها بالترجمه الياباني اللي هي مش آن ذات المرتفعات، آن ذات الشعر الاحمر، مش آن في المرتفعات. فترجمه لطيفه جدا وكانت حاجه محترمه جدا. عندنا تعاوننا مع الاستاذه منى الشيني اللي بتقدم ورشه قصصيه للكاتبات. وعملنا اول يعني مش اول، يعتبر رابع نتاج لورشتها في مجموعه من قصص المجموعه من الكاتبات. حلو. فكانت تجربه لطيفه جدا ان احنا تبنينا كمؤسسه او كدار ورشه الاستاذه منى الشيمي، وطلعنا الكتابات بتاعتها في شكل ورقي والكتروني.
ده باختصار شديد اصدارات سديم. في طبعا حاجات جديده هتطلع طبعا ان شاء الله هنقول لكم عليها قريب، لكن الاقرب حاجه هتطلع بعد المعرض ان شاء الله هتكون بقيه استكمال مشروع غسان كنفاني. حلو. عندنا مشروع طبعا جديد اعلنا عنه على الفيسبوك، هو مشروع مالك بن نبي، وهو من اشهر المفكرين في القرن الماضي. احنا بنعيد احياء تراثه من تاني ان شاء الله. هيكون تقريبا في من 19 ل 22 كتاب لمالك بن نبي هيطلعوا ان شاء الله خلال سنه 2024. في مشاريع تانية يعني في مشاريع كتير جايه ان شاء الله، بس ما اقدرش ان انا افصح عنها حاليا. بالتوفيق. وقول لي بقى ايه الخصومات بتاعت سديم السنه دي في المعرض مع هي سديم موجوده كتوكيل مع دار كوتوبيا، يعني كل اصدارات سديم متوفره مع كوتوبيا. كوتوبيا عامله يعني عروض من خلال سديم، عامله بوكس كامل في كل اعمال غسان كنفاني، ال9 كتب اللي احنا اصدرناهم. بوكس عليه خصم تقريبا 20%. البوكس تقريبا عامل 800 شويه، هو سعره حاليا 600 جنيه في كوتوبيا. اللي هو السرديه الفلسطينيه اللي زي اصدارات ناردين ابو نبعه. احنا برضو عاملين حاجه شبه كده في كوتوبيا، زي ما بتاخد كتب ناردين ابو نبعه ممكن تستفاد برضو تاخد كتب غسان. فاحنا برضو مغطيين الفكره الفلسطينيه بشكل اكبر يعني. كوتوبيا عامله على كل الكتب في سديم خصومات من اول 10% على حسب طبعا عدد الكتب وعلى حسب كمياتها. يعني في كل الاصدارات عليها خصم تقريبا. حلو. كوتوبيا تقريبا عامله على الجناح كله خصم. عظيم جدا. شكرا جدا يا احمد. عايز تقول اي حاجه؟ والله لا، ربنا يوفق ان شاء الله. واتمنى يعني ان تكون تجربه زياره المعرض تكون تجربه لطيفه للجميع، وانا مبسوط يعني ان انا شاركت في اعاده احياء مشروع غسان كنفاني، لان الحمد لله الردود الافعال الحمد لله كويسه. وامبارح شفنا قراء صغيرين في السن بيشتروا، شفت بنات عندهم 15 سنه حلو قوي بيقروا كتب غسان كنفاني، فده بسطني جدا ان انا ساهمت في حاجه شبه كده يعني. هو حقيقي مشروع سديم من بدايته هو مشروع. انا نسيت اكلمك عن روايه المترجمه. عظيم جدا. ايوه كلمني عن روايتك المترجمه. روايه المترجمه في سديم برضو هي تجربتي الاولى في الترجمه. هي روايه بوليسيه اسمها بيت القوه. حلو قوي. روايه من يعني تقريبا من الكلاسيكيات في الادب الانجليزي. حلو جدا. هي الحقيقه خماسيه منفصله ومتصله. هي ده الجزء الاول منها. هي ممكن تقرا يعني كروايه لوحدها، وهي في لسه 4 روايات تانيين من التحقيقات دي اللي هي كتبها جون بوكان. اوكي. الحقيقه هي تجربتي الاولى في الترجمه، ويعني ان شاء الله باذن الله يكتب ان انا اترجم ال4 اجزاء التانيين باذن الله. تبقى تجربه لطيفه. يعني جون بوكان للاسف مش معروف عربيا، مش مترجم ليه كتب كتير، فحاولت ان انا ابعد عن المعتاد وان انا اترجم لشخص جديد جدا. حلو جدا. مش مترجم له. يعني هو ده الحقيقه المميز في سديم وكوتوبيا، ان دايما بتدوروا على حاجه جديده بتضيفوها للمكتبه العربيه والمصريه. ان احنا برضو طبعا اكيد انا فخور، طبعا انا عضو مؤسس في كوتوبيا وفخور جدا بكل مشاريع كوتوبيا، وبما ان انا هنا بدير النشر في سديم، فدايما بنحاول برضو ان احنا نبعد بتكملوا بعض. كملوا بعض الحقيقه. في نفس الوقت ما نكونش نعمل حاجه شبه بعضها. بالظبط. كل واحد بياخد خطوه، وبرضه في نفس الوقت ما نكونش بنحاول نبقى شبه برضه ناشرين اخرين. يعني بنشوف الناشرين بيشتغلوا فيهم ونحاول احنا نروح مساحات جديده. دي الحقيقه حاجه ميزه جدا في كوتوبيا وفي سديم، ان دايما بيبقى في اختلاف. فزي ما انتم شفتوا كده يا اصدقاء، دي الحاجات اللي موجوده. كوتوبيا وسديم موجودين في بي 13 صاله واحد، وزي ما سمعتوا بقى كل الحاجات الكويسه والمميزه. ف يعني تعالوا واتبسطوا وزوروا كل حاجه تحبوها في كوتوبيا. اتمنى يا اصدقائي الاعزاء في نهايه اللقاء تكونوا خدتوا جوله جميله جدا في دار كوتوبيا وفي الاعمال وفي المشاريع المميزه الحقيقه اللي هم بيعملوها، والمشاريع اللي لسه جايه جديده. لفتني ان في تناسق جميل جدا ما بين دار سديم وما بين دار كوتوبيا على التعاون في انشاء او احياء مشروعات جديده وسلاسل جديده مختلفه، ما يكونش عاملين زي تقاطع مع بعض، لكن ماشيين بالتوازي وبالتتابع مع بعض. الحقيقه الاثنين من الدور النشر اللي مؤثرين جدا واللي عاملين مشاريع مختلفه عن اي حاجه موجوده في سوق النشر. وانا من الاشخاص اللي بحب كوتوبيا وبحب سديم على تميزهم وعلى تفوقهم، وان هم دايما سباقين بالافكار الجديده. فتحيه ليهم، وتاكدوا ان انتم تزوروهم هتلاقوا خصومات حلوه جدا، بالاضافه للسلاسل الكتيره اللي عند كوتوبيا زي سلسله السرديه الفلسطينيه او سلسله لاشين او سلسله الشيخ احمد اللي هي كفر عسكر. فتاكدوا ان انتم تزوروا، واكيد هتتبسطوا بالاعمال كلها اللي موجوده هناك. وطبعا ما تنسوش ان انتم تجيبوا الكتاب الثالث من العشق والسفر. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده وفي جوله جديده وفلوج جديد مع دار نشر جديده. سلام.